أحلى كيكة شوكولاتة منخفضة السعرات الحرارية وبدون أي مادة دهنية وبدون سكر وبمكونات بسيطة، ونعملها في دقايق. ويلا بينا نشوف المقادير. ومكونات صوص الشوكولاتة اللي هنحطه على الكيكة: معلقة صغيرة من أي نوع من سكر الدايت، و2 معلقة كبيرة من الزبادي الكامل الدسم، وياريت يكون طازة عشان ما يكونش فيه نسبة مزازة ولا يكون حادق، أو أي نوع زبادي ما يكونش فيه مزازة أو يكون حادق. ومعلقة كبيرة من الكاكاو الخام بدون سكر. نجيب بولة ونحط فيها 2 معلقة كبيرة من الزبادي، ونضيف عليهم الكاكاو ونضيف عليهم السكر الدايت ونقلبهم كويس. ويبقى كده عملنا صوص الشوكولاتة. ندخله التلاجة لغاية ما نعمل الكيكة. ومقادير الكيكة: بيضة وباكت فانيليا، و2 معلقة كبيرة مليانة من الزبادي، و2 معلقة كبيرة هرمية من الدقيق، معلقة صغيرة من الكيك شيف أو البيكنج باودر، و3 معالق كبيرة من الكاكاو الخام بدون سكر. أول حاجة هنجيب البيضة ونضيف عليها الفانيليا والسكر الدايت ونضربها في المضرب الكهربائي لمدة 3 دقايق على سرعة عالية لغاية ما يفتح لونها، تبقى بالشكل ده. وبعد كده نضيف عليها الزبادي والدقيق والكاكاو الخام والكيك شيف أو البيكنج باودر، وفي الآخر هنضيف السكر الدايت. أنا حطيت نص معلقة كبيرة من السكر الدايت، ممكن اللي حابب يزود عادي. نجيب صينية بايركس أو أي صينية عندنا وندهنها بالسمنة كويس جدا عشان ما تلزقش، ونصب فيها خليط الكيكة ونسويها كويس بالمعلقة، ونسخن الفرن على درجة حرارة 180 وندخلها تقعد من 10 ل 18 دقيقة، وتطلع أجمل كيكة هشة وطرية وجميلة. ونسيبها لغاية ما تبرد عشان نحط عليها الصوص، لازم تبرد خالص. وبعد ما بردت خالص نحط عليها الصوص اللي احنا عملناه في الأول ونوزعها على كل الكيكة بالشكل ده. ممكن نرش عليها رشة جوز الهند للتزيين، ويبقى عندنا أحلى كيكة شوكولاتة بصوص شوكولاتة اتعملت في دقايق بمكونات بسيطة بدون أي مادة دهنية وقليلة في السعرات الحرارية. وقسمنا الكيكة كلها على 8 قطع، وشايفين هشة وطرية وجميلة وطعمها جميل جدا. ويلا بينا نحسب السعرات الحرارية. قطعة كيكة وزنها 27 جرام، فيها 37 سعر حراري، 2.4 جرام بروتين، 4.5 جرام كربوهيدرات، 1.6 جرام دهون. ولو حد حابب أي وصفات صحية ياريت يكتبلي في التعليقات.